عهد مبارك، ومبارك كان بيلجأ للمحاكم العسكرية هروبا وضيقا من أحكام القضاء. طيب. اللي كانت بتنصر المظلومين. لكن نبقى سؤالي ليه لم تشاركوا في هذه المليونية طالما حضرتك شايف ان كل هذه المشاكل موجودة في القضاء؟ ليه حزب النور ما نزلش؟ لا، هذه المشاكل ليست يعني ليست بأسباب القضاء نفسه. تمام. ده أسباب مجتمعية. يعني تباطؤ القضاء التقاضي هذا ليس له علاقه بالقضاء. علاقته بعدم كفايه عدد اعضاء القضاء علاقته بالقوانين اللي هي بتخلي المواطن في الدعوه بتاعته ممكن يتمحك ويرد القاضي الى غيره. كل ده لماذا لم يشارك حزب النور؟ لم يشارك حزب النور اولا لاننا نريد ان ندعم مؤسسه القضاء ولا نريد هدمها. لا نريد ان نرسل رساله خاطئه الى الغرب والى الداخل والى القضاة بان التيار الاسلامي او ان التيار الحاكم يعادي القضاء ويحاول أن يتغول عليهم ويخضعهم لإرادته. نريد ألا يربط الناس بين حكم القاضي في الأيام الأخيرة حكم ضد مبارك وبين الخروج، معناها أن احنا مش عاجبنا الحكم. صحيح أن الحكم كان صادما، صحيح أن الحكم كان غير مريح، هو مش حكم، هو الراجل استنفذ الحبس الاحتياطي، هو لسه متهم في القضية. أنا بقول لحضرتك أن صحيح أن القرار القاضي كان صادما، لكن القاضي كما قلت حضرتك في البداية يحكم بحيثيات، ما يحكمش على أهواء الناس. مش كل حكم غير مرضي أنه غير عادل، لا هو عادل ولكنه غير مرضي. خدت بال حضرتك؟ فاحنا نقول انه لا يمكن اطلاقا انه دعم القضاء ياتي بان احنا نخرج في الشارع ونقول تطهير القضاء. فهناك اليات اخرى لاصلاح القضاء ومعاونته على تخطي هذه العقبات. السبب الثاني بقى وهو الاهم انه كل مظاهره بتخرج في الايام الاخيره بتتحول الى عنف، وبالتالي نحن قدرنا المفاسد والمصالح او ما يعرف بالتكلفه والعائد من وراء خروجنا. وجدنا من وجهة نظرنا أن التكلفة أعلى من العائد أو أن المفاسد أكبر من المصالح. فمن أجل هذا قلنا لا، القضاء هذه المؤسسة الشامخة يجب المحافظة عليها، يجب دعمها، يجب تحقيق استقلالها من خلال قانون شفاف يعرض على القضاة ويؤخذ رأيهم فيه وتحترم آرائهم، وفي نفس الوقت هذا القانون يحقق العدالة السريعة بدل العدالة. خلينا نروح لسيادة اللواء أركان حرب عبد الرافع درويش. ولم يكن القضاء وحده أو بمفرده من